طب نقطة مهمة جدا برضو لازم نتكلم عليها ولازم نكون مدركينها في العلاقات، هو اللي لازم أفرق بين إني بحب الحالة أو بحب الشخص. معظمنا في أول العلاقات بيحب الحالة لكن مش بيحب الشخص، لأنه ما شافش أصلا عيوب الشخص ده، ما شافش مميزاته إيه. كل اللي بيشوفه شعور، الشعور ده بيعميه عن سلبيات الشخص ده أو السلبيات اللي بتحصل في العلاقة. فحب الحالة ده بيكون في أول العلاقة، لكن حب الشخص ذات نفسه بيجي بعد حوالي 3 شهور أصلا من بداية العلاقة، بعد ما بتحصل مشاكل وخناقات ونشوف بنتعامل مع بعض ازاي في الخناقات، نشوف الشخص ده كويس ولا مش كويس، قادر اتقبل عيوبه ولا لا، قادر اتقبل نواقصه ولا لا، عارف اتعامل مع مميزاته وحاببها ولا لا. من هنا انا ببتدي احب الشخص. لكن فيما عدا ذلك انا حابب الحاله اللي انا عايشها، حاله الحب واللفلفه والمورنينج مسج والدباديب والهدايا اللي بتكون في اول العلاقه دي بتكون حب للحاله. المشكله الكبيره بقى مش هنا، المشكله الكبيره ان احنا بنتعلق في المرحله بتاعت حب الحاله دي او في الحاله اللي احنا عايشينها دي، احنا بنتعلق قوي بالشخص، وهنا بيكون التعلق المرضي، هنا بتحصل المشكله. فعلشان ما اقعش في المشكله دي لازم في اول العلاقه اشغل عقلي شويه، لازم في اول العلاقه ما احاولش ان انا انبهر بالشخص ده، لازم اخد بالي قوي من كل حاجه بتحصل في الاول، لان ده اللي بيترتب عليه انا هتعلق او هحب الحاله او هحب الشخص. لان دي على فكره اكتر ناس بتقع فيها هي البنات او الستات بشكل عام. ليه؟ لان الست اصلا سيكولوجيا بتحب شكل العلاقه، بتحب الحاله اللي بتكون في العلاقه. الحاله اللي بتكون في اول العلاقه دي او شكل العلاقه في الاول بيكون شكلها جميل جدا ومبهر ومبهج كده، وهزار وضحك وخروجات وهدايا وكلام حلو والحاجات دي كلها، بس بتيجي بتتصدم في الاخر. فعشان كده خلي بالك من اول العلاقات، خلي بالك من البدايات، لان البدايات دايما خداعه. ويا سلام لو انتم الاتنين كده تتفقوا من البدايه خالص ان كل واحد يظهر على طبيعته، عشان ما نقعدش نفرهد في بعض على الفاضي. كل واحد يظهر على طبيعته، اظهر شخصيتك الحقيقيه في اول العلاقه، وانت كمان تظهري شخصيتك الحقيقيه في اول العلاقه. هتقدري تعملي حاجه وتلتزمي بيها اعمليها، مش هتقدري تلتزمي بيها ما تعملهاش. لكن فكره ان انا اصحيك الصبح اول شهر كده في العلاقه، افضل اصحيك الصبح ومهتمه بيك والكلام ده كله، بعد الشهر دوت الاقي نفسي بقى انا كده كنت بقوم متاخر اساسا فما بصحكش، فهو يفتكر ان اهتمامك قل، وانت ما اهتمامك ما قلش ولا حاجه، انت كنت ضاغطه على نفسك في اول العلاقه. فهتلتزمي بحاجه اعمليها، مش هتلتزمي ما تعملهاش، وانت هتلتزم بحاجه اعملها، مش هتلتزم ما تعملهاش. لكن ما تفضلوش تبهروا بعض وتمثلوا على بعض، وتيجي بعد فتره البدايات دي ما تخلص تقعدوا تفرهدوا انتوا الاثنين في بعض، مش منطقي. فكل واحد يظهر على حقيقته في اول العلاقه كده، والله عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك خلاص، بدل ما نقعد نفرهد في بعض على الفاضي.